جيش من المراهقات الجزائريات اللي دخلوا المغرب باوامر من الكبرانات، دخلوا المملكه المغربيه على اساس بيحرقوا من سبته او من ليبيا المحتلتين، ولكن هاد البنات رسلوهم الكبرانات ماشي على اساس الحريق، هادو ارسلوهم باش يزرعوا الفتنه ويزرعوا الافكار السوداويه في العقول نتاع المراهقين والشباب نتاعنا. هاد البنات جايين وجايبين معاهم الاباحيه، كل نهار تتبات في دار وكل نهار تتبات مع واحد ما عندها لا اصل ولا مفصل. الهدف نتاعها هو زرع الافكار اللي امروا بها الكبرانات هنا في الشباب نتاعنا. النظام الجزائري ما قدرش علينا، جيش قدام جيش او اقتصاد قدام اقتصاد او دبلوماسيه قدام دبلوماسيه، هو يلتجئ لهذه الحرب الخبيثه، الحرب نتاع النساء، ولا تيصيفطنا المراهقات وتيصيفطنا نساء من دولة العالم الاخر باش يستقطبوا ولادنا هنا في المملكه المغربيه. خويا المغربي اختي المغربيه، اي جزائريه تدور عندنا هنا في المملكه المغربيه هذيك عباره عن قنبله موقوته بتنفجر في ولادنا. لذلك خاصنا نعرفوها فاش خدامه واش تدير هنا في بلادنا، ويجب التبليغ عليها، وهذا راه واجب وطني على كل خويا مغربي. خويا المغربي بارطاجي وخليها توصل ان راه المشكله راه تقدر تكون في ولدي ولا في ولدك. حنا راه ما عرفناش هذا الفيروس هذا اللي طلقوا عندنا هاد الكبرانات. الكبرانات نتاع النظام الاخر الهدف نتاعهم هو تقسيم المملكه المغربيه، ما تتهمهمش الطريقه، تكون طريقه مقاده، تكون طريقه رجال، تكون طريقه خبيثه، حيت اصلا الهدف نتاعهم خبيث. تقسيم نتاع الجار هذا راه هدف خبيث، يعني الوسيله اللي بغى يدير هو ما تنتظرش اخويا غادي يدير معك شي وسيله اللي هي الوسيله اللي تسمع، يعني خبث الخبائث غادي يستعملها معك. هو راه كمل جميع الحيلات مع المملكه المغربيه، واخر حيله ليه بقات ليه هو يرسل النساء نتاعهم. راه عرف حرب النساء وعرف العيالات، ومنا حواء خرجت ادم من الجنه، هما راه صيفط لي المراهقات الجزائريات باش يفرقوا لي بلادي وباش يقسموا لنا بلادنا. خويا المغربي ما تخليش هذا الفيديو يبقى عندك، بارطاجي خليه يوصل لخوتنا المغاربه فين ما كانوا. خويا المغربي اختي المغربيه، ما عمرنا كنا تنتجناو عليهم في هذه السنوات الاخرانيه، كلكم راكم شفتوا العديد من المؤثرات الجزائريات اللي كانوا تيجوا على طريق فرنسا تم الالقاء القبض نتاعهم، وكاين اللي ترحلوا كانوا اللي تحكموا بالسجن هنا في المملكه المغربيه. وهذا الشيء كل شيء كانوا بالاوامر نتاع الكبرانات، تيجوا هنا المملكه المغربيه تيضربوا في الامن، تيضربوا في النظام نتاع المملكه المغربيه، تيضربونا في السياحه وتيبداو تيشوهوا وتيقولوا شي حوايج اللي هي ما عندهاش اساس من الصحه. النظام الجزائري عرف هذه المعركه خاسره، ان المملكه المغربيه تيدخل لها 20 مليون سائح، ما غاديش تجي واحد الكميشه اللي غادي تغطي على 20 مليون سائح اش يقول على المملكه المغربيه. لذلك التجأ للخطه البديله، خطه الخبث والخبائث، خطه صيفط لك المراهقات عاهرات فاسقات، صيفطهم ما عندهم لا دين ولا مله، وصيفطهم لنا عباره على كتيبه تبع للجيش وقيل نتاعهم، صيفطها لنا حنا المملكه المغربيه. خوتي ما يتيحش لك العجب، ما يتيحش لك العجب اللي جدته كاينه في اللوحه نتاع بيكاسو وما حاولش يشري نتاع هذيك اللوحه نتاع بيكاسو بهذه الاموال اللي خسر وهذه المصيبه ويشريها ويدفنها ويفني هذيك اللوحه باش ما تبقاش، وما قلبش على الشرف نتاعو باش يحيد هذيك من التاريخ نتاعو. ما تنش فيه الرجله اللي مخلي الجدود نتاعو باقي ما مدفونينش، ما تنش فيه الرجله اللي حنا زكاره في المغرب هو مع فرنسا، ما تنش فيه الرجله اللي سماني العدو الكلاسيكي وانا ما درت ليه والو وما قدرش يقولها لفرنسا اللي احتلته 132 سنه، خاصو يمشي يقلب على الرجله فين كاينه، هو راه يسمع بها وما ما عمرو شافها ولا حس بها. خوتي المغاربه تحياتي لكم والله يكبر بكم، وسمحوا لي على هذه الاطاله. حاجه وحده اللي نطلب منكم ابارطاجيو، خلوا المغاربه يعرفوا اش واقع عندنا هنا في وسط بلادنا من هذا الخبث والخبائث نتاع هاد البنات الجزائريات اللي عندنا هنا في وسط المملكه المغربيه. ان شاء الله الكريم تكون الرساله وصلت وما تخليهاش عندك، بارطاجيها مع خوتنا المغاربه، كنا عندنا وليداتنا وعندنا خوتنا وخالفين عليهم مع هذا النظام الخبيث نتاع الكبرانات. خويا المغربي خلي الراي نتاعك في التعليقات، ان الراي نتاعك راه تيهمنا، انت راك شريك معنا في هذا الوطن وفي هذه المملكه المغربيه، بغيت نقرا الراي نتاعك وبغينا نعرفوا حتى انت الافكار ديالك واش بغيتي تقول حتى انت، ان راه من هذه الافكار ومن هذه المشاركه نتاع الافكار فين تلقى بنادم الحلول. خوتي المغاربه الله يحفظ لنا بلادنا، وراني خليت لكم هنا واحد الفيديوهات نتاع بعض الجزائريات اللي تم الالقاء القبض عليهم هنا في المملكه المغربيه، تفرجوا فيهم والسلام عليكم. شوفوا والله العظيم حنهضر في واحد الموضوع والله ما لا شماته، اللهم لا شماته، والله لا يوصلني اني نشمت في وحده بنت بلادي ولا عفسه، بصح الحق يقال على هذيك البنت الجزائريه اللي دخلت للمغرب وضربوها بعام حبس وغرامه. انا ما كنتش حندخل روحي كاع يتيك، بصح راني نشوف لي زانفلونسور بداو يهضروا يحلوا في فمهم، وواحد قاعد يهضر ايه والدوله الجزائريه كيفاش يلحقوا لها وداوها ضربوها بعام. خويا ضربوها بعام باسكو اتهمت الحرس الملكي ولا الدرك الملكي باللي يدي رشوه.
وهضرت في المروك ودارت فيديو. دوك انا ما فهمتش، دوك انسان هاد الحاجه كون دارتها في الجيري يدوها الحبس، تسبي الدرك ولا لابوليس وتقولي داو لي الدواء راه بدون دليل يدوك الحبس حبيبتي ولا حبيبي. في الجيري ولا في تونس ولا في المروك ولا في فرنسا ولا في اي بلاد تروح تدنا الرمز من رموز الدوله هذيك راك فيها. دوك انا ما فهمتش انسان يروح سائح البلاد. انا راني دوك في مصر ما ندير فيديو ونبدا نقول فيهم وعليهم وداروا وكذا وهما ماشي ملاح. لا خويا هذه راهي قله ادب. لا كاين الامور تقدر تهضر فيهم بيرسونيل، قادر في التليفون نهضر ما اختي شفتي والله العظيم باش تروح العفسه هكذا، هذه بيرسونيل تهضر فيها. بصح اما دير فيديو وتي اون انفلونسوز وتوري وانت رايحه تحوسي في المروك ما عجباتكش زمي فمك، احكيها لاختك، احكيها لصاحبتك، على باليش نحكيها لصاحبك في التليفون ولا كي تروحي ماشي عسى خرجي من ديك الدوله، خرجي قبل ومن بعد هضري. هاكي جبتيها في زكك. انا ما تاثرتش، انا ما كان لا تقلبوها قضيه راي عام ومش عارف شنو وكذا. انا كاع حبيت نتاثر ما تاثرتش باسكو ما تدخلش راسي انسان يروح يحوس في دوله ما ومن بعد يبدا يكريكيتي ما عجباتكش خويا. تصرالنا نقدروا نروحوا في بلاصه ما عجبتناش خلاص خويا روح سيتو. ما نديرش فيديو ونسب هذيك الناس وهذيك البلاد. علاه؟ هذا تنمر ولا تكبر ولا وشنو؟ وزيد اتهمتي والناس هذوك ثاني كلا تاعنا ما شاء الله اللي كي غير يحط رجله في الاوروبا هو حراق يبات في الزنقه مهروده عليه يبدا في فيديو الجزائر ماشي مليحه والجزائر كذا. عندنا واحد عوار طايره عين وهذاك العام اللي فات كلب الدنيا يشجع في الناس باش يجوا حراقين ويموتوا في البحر. جريمه هذه. كل واحد انفلونسا بيك وقطع البحر ومات راه يروحوا راكبه على رقبتك وعليه تسبب بلادك. علاه؟ حنا دول عالم ثالث عارفين عندنا مشاكل. قالت لك الطريق عندهم مش مليحه، حنا عندنا الطريق مليحه، حنا عندنا طرقان زينين وهايلين وعندنا طرقان ماشي ملاح، وتونس عندهم طرقان شابين وعندهم طرقان ماشي ملاح، المروك ثاني كيف عندهم طرقان ملاح وعندهم ماشي ملاح. اخلي شتو كازا تاعهم كي دايره ما شاء الله تبارك الله. والجزائر تاعنا شتوها كيفاش دايره سوسه جربه المغرب العربي كل شباب. بس انت رايحه بلاد زمي فمك حبيتي تكري باسكو ديروا ولفتوا ديروا فيديوهات وتطلعوا على ظهور المغاربه تسبوا فيهم وهما ثاني يديروا فيديوهات يتابعوا فيكم وباش يطلعوا غير الكونت وكاين عباد قاعدين يتبعوا فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله العظيم غلا غاضتني يعني باسكو اي انسان انا عدويه ما نتمناوش الحبس وسبيطار هذا الزوج مع الله غالب. يعني اي انسان نحس بها هكذا بصح هذه عبره الله يخفف عليها والله يا ربي ان شاء الله. مش عارفه شنو نقسم بالله لا العظيم الله وربي عالم مش كاين في قلبي اقسم بالله لا غاضتني. بصح علاه عليكم ما لقيتوش مواضيع تهضروا فيها؟ ما عجبتكش البلاد نوضي روحي هزي قشك روحي قاعد هان هاكي جبتيها في زقك وخلاص ما عندي ما نقول. يا سيدي انسان كي تخرج من بلادك احترم اولا باش نسب بلاد الناس. نتفكر بلادي ما نسبش الناس باه ما يسبوليش بلادي. هذه هي ما نجبدش عيوب الناس باه ما يجبدوليش عيوبي. هذه هي الدنيا. بس سي با بوسيبل اقسم بالله العظيم راح تخرج الواحد من عقله سي لا لا تقلبوها قضيه راي عام وشكوبي. انا والله ما تاثرت بها. ربي صح يخفف عليها وان شاء الله يا ربي. مش عارف شنو يا ربي ان شاء الله يعطوها سورسي ولا شي حاجه ويطلقوها تروح وتبقى للناس عبره. كي تروح عند الناس احترم روحك. هيا عرضوك الناس ضياف لدارهم تنوض مالا تسبهم بس سي با بوسيبل. ميزامي الفو ريفليشير والله. يقول لكم هاد البلاد ما فيها والو وشي راه يضربك. هاد البلاد ما بقى فيها والو انت جزائريه وهذا راه المغرب. الجزائر كلهم اصبر. Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien, quand je dis que vous savez pas conduire, etc. J'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars. Je suis à Marrakech, j'ai jamais vu des gens conduire ainsi. Surtout que ici c'est super dangereux parce que en plus des voitures, il y a des mobylettes et sans casque, avec des enfants, ils tournent comme ça d'un coup, ils regardent pas. Je vous jure, j'ai jamais vu ça, même en Asie, j'ai jamais vu ça, c'est une dinguerie. C'est super dangereux. Alors, je dis pas que tout le Maroc est comme ça, peut-être pas, mais en tout cas, à Marrakech, c'est comme ça, et honnêtement, voilà. Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, encore une fois. Je dis pas qu'en Algérie, ils savent conduire, hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est moins pire, je trouve, que ici. Voilà. Donc, je suis à Marrakech comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, n'en parlons pas de la police marocaine qui arrête même les filles et qui taxe même les filles pour rien. C'est un truc de fou parce que ça,
Bah chez nous il y a pas en fait. Chez nous t'es une fille, enfin tu vas pas te faire arrêter. Genre les mecs on s'en fout en fait. Les mecs ils payent, on s'en fout. Mais nous on se fait arrêter parce que on a dépassé la limitation de 5 ou je sais pas. Genre ils cherchent des trucs pour nous gratter en plus de l'argent, qui nous donnent même pas l'amende. Il les garde dans sa poche. Genre je trouve ça un peu petit. Mais bon.